السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة مزمز كورة، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن أخبار النادي الأهلي، وهنتكلم عن أزمة أكرم توفيق اللي عملها وصار بها الجدل لفترة من الوقت، ولكن أزمة كبيرة جدا سببت للاعب المصري ولاعب النادي الأهلي أكرم توفيق. تعال نتكلم في تفاصيل الزواجة الثانية لأكرم توفيق. أكرم توفيق يا باشا من يومين نزل صورة له هو وزوجته الثانية على الانستجرام. طلع بقى جماهير السوشيال ميديا اللي ما تعرف لهاش أصل، جماهير السوشيال ميديا اللي لم يعترف لها أي أصل على الإطلاق، طلعوا يهللوا ويخوضوا في أعراض أكرم توفيق ويشتموا في أكرم توفيق، وبالذات الصنف النسائي او الرجاله المستنسئه. خلينا نتكلم بكل وضوح. اكرم توفيق متجوز من زوجه وعنده ولد منها، ولكن من يومين اعلن عن زواجته الثانيه من امراه اخرى. في ناس اتكلمت عن الموضوع، قالت لك ايه؟ انت نسيت نفسك يا اكرم، ده مراتك وقفت جنبك، هنا عليك مش عارف العشره، مراتك اللي وقفت جنبك وانت ما كنتش لاقي تاكل. مين يا جماعه اللي ما كانش لاقي ياكل؟ مين؟ انا عاوزك تقنعني كده لما واحد مرتبه 3000 جنيه ولا عامل باقه ب 50 جنيه طالع يتكلم عن لاعب كوره بيقبض بالملايين بيقول انت ما كنتش لاقي تاكل. وبعدين لو جيت تحسبها وتبص من ناحيه ثانيه، حتى لو اكرم توفيق ما كانش لاعب كوره او ما كانش معترف به من الاساس وانت شايف ان مراته فعلا وقفت جنبه، يا جماعه انا ما بتكلمش عن مراته لها كل الاحترام والتقدير، انا بتكلم عن الناس اللي طلعت تتكلم بهذا الاسلوب. اكرم توفيق له 2 اخين اكبر منه، عبد العزيز توفيق واحمد توفيق. عبد العزيز توفيق ده الكبير بيلعب لاعب كره قدم ولعب في انديه كبيره ومشهوره في الدوري المصري. احمد توفيق لعب في انديه كبيره في الدوري المصري، منها الزمالك ومنها حاليا لاعب لنادي بيراميدز. فبالنسبه لكده اكرم توفيق لو حتى ما بيلعبش كوره، لو هو مش لاعب كوره في اي نادي، مش تقدر تقول عليه ان هو فقير. لكن اكرم توفيق يا باشا داخل في ال10 سنين لاعب كوره، واكتر من 10 سنين وهو لاعب كوره، ولاعب كوره في النادي الاهلي من فتره كبيره جدا، من 2018 تقريبا اللي بتاخدني الذاكره، واكرم توفيق لاعب في قائمه النادي الاهلي. طيب اكرم توفيق اتجوز الزوجه الاولى امتى؟ اتجوزها في 2020. في 2020 يعني في وقت بطوله نهائي القرن، بعد النهائي كمان اتجوزها في الفتره دي. فاذا جبت منين ان اكرم توفيق كان لاعب فقير؟ يعني بسم الله ما شاء الله طبعا نمسك الخشب، اكرم توفيق من صغره مش فقير. فما تجيش تقول لي اصل مراتك وقفت جنبك يا اكرم وانت دلوقتي جيت نسيتها لما مسكت فلوس. لا، هو كان ماسك فلوس بالفعل من زمان. وبعدين احنا بنتكلم في ايه؟ الراجل نفذ شرع ربنا، طبق شرع ربنا. ايه المشكله في كده؟ ولا انتوا عايزين لو كان ماشي معاها في الحرام كنت هتقولوا عادي؟ ما هو خلاص دلوقتي الشعب المصري بقى بيستحرم الحلال وبيستحل الحرام. ده اللي احنا شايفينه من الشعب. لما لاعب كرة معروف مشهور قرر انه يتجوز على سنة الله ورسوله قدام مرأة ومسمع الجميع بينفذ شرع ربنا، يطلع الاعلام الزملكاوي وكل جمهور بالاخص جمهور النادي الابيض خرج علينا، ده انت اكرم ربنا مش هيحلك، ربنا مش هيسامحك، انت مش عارف نسيت مراتك اللي وقفت جنبك. في ايه؟ في ايه؟ مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. هو اكيد برضه اصل مراته الاولى هي ام ابنه، وهو برضه اكيد احنا ما نعرفش تفاصيل، بس هو اكيد مش هينساها، مش هيسيبها، مش هيظلمها، مش هيتخلى عنها. مراته وام ابنه ومعاها ابنه. فاحنا بنتكلم في ايه؟ واحده طلعت تتكلم تقول ده اكبر منك ب7 سنين وخطفت الرجاله. في ايه؟ ومبروك عليك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. احنا وصلنا للدرجه دي
ان احنا بنحاسبن على الناس عيني عينك، بنخوض في اعراضهم عيني عينك. اتقوا الله. كمان بالنسبه للمنتخب المصري والاحداث المثاره للجدل في الفتره الاخيره، طبعا في كذا لاعب اتصاب. احمد حجازي تم استبعاده بصوره غير لائقه جدا جدا وغير مشرفه للمنتخب المصري. كابتن حسام حسن عاوز يحكم اللعيبه ودي حاجه كويسه، ولكن مش بهذا الاسلوب. مش بهذا الاسلوب. كابتن حسن شحاته كان حاكم المنتخب من A to Z، ولكن كان باسلوب محترم. كان باسلوب محترم واللعيبه كلها محترمه. طيب، بما ان احمد حجازي ما لعبش مع كابتن حسام حسن دقيقه واحده، ما لعبش اي دقيقه مع كابتن حسام حسن، بتستدعاه ليه؟ ليه بتستدعى لاعب هو ما بيلعبش معاك من الاساس؟ يعني كل معسكرات المنتخب اللي كابتن حسام عملها احمد حجازي ما لمس الكره فيها ولا دقيقه، سواء معسكرات رسميه سواء معسكرات غير رسميه او وديه. احمد حجازي ما لعبش مع المنتخب اي دقيقه. وبعدين انت عندك بره 2 مدافعين تريحهم على الدكه وتلعب بمكانهم واحد نص ملعب اللي هو حمدي فتحي. انت انا مش هتكلم بقى كمدير فني، مش هتكلم في حته الفنيات، ولكن انت يعني نفسيا كده من جواك انت كده مستريح لما تموت 2 مدافعين. ما انت لما تركن 2 مدافعين مركزهم الاساسي الدفاع تركنهم على الدكه وتلعب في مكانهم واحد مركزه الاساسي نص ملعب، يبقى انت كده بتموت ال2 مدافعين اللي عندك. يبقى انت كده عاوز توصل لنا رساله ان مصر كلها، مش الدوري المصري بقى، ده مصر كلها ما فيهاش 2 سردباكات يفيدوا المنتخب ولا ننفع ان احنا نتسند عليهم في المنتخب. فكده مصيبه كبيره جدا في اداء المنتخب المصري، وعدت على خير وقدرنا نكسب 3-0 على كاب فاردي او الراس الاخضر زي ما هو مسمى بالمسمى القديم والمسمى الحديث. ولكن المنتخب المصري لما نقابل فريق قوي بحجم السنغال، بحجم الجزائر، حتى بحجم تونس، اي نعم تونس مش بحجم السنغال ولا الجزائر، ولكن لو لعبنا منتخب من الكلاس ايه هنعمل ايه قدامهم؟ ده هيكون سنات مطير على دماغنا قدام المنتخبات الكبيره دي. لما بتلعب نص ملعبك كله مفتوح معتمد على الهجوم بس، انت نازل المباراه اللي فاتت معتمد على الهجوم فقط لا غير. خط دفاعك ده انت مهمله بطريقه كبيره جدا. حمدي فتحي كان بيزيد، نص الملعب كان موجود فيه مروان عطيه فقط. يعني انت كنت بتهاجم بالسداسي اللي قدام كله يا باشا، كله بيهاجم. مباراة المنتخب القادمة هتكون مع بوتسوانا بره طبعا. اتمنى المنتخب يقدر يكسب المباراة دي. مش هتعمل اي حاجة، ولكن هيبة المنتخب المصري 7 بطولات قارية. فنتمنى المنتخب يعيد مستواه مرة تانية، يرجع يقف على رجليه وبكل احترام لكل الأندية. شكرا لكم، سلام عليكم.